ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. للي ما يعرفنيش واول مره يشوفني، انا رينا ايهاب، ميك اب ارتست. النهارده هنعمل مع بعض اللوك ده. انا طالعه لكم بصراحه بالجو الشتوي ده قوي، لان احنا داخلين على دخلة شتاء وكده، فقلت اعمل حاجه بقى بمناسبه الشتاء وكده. فلو مهتمين تشوفوا خطوات اللوك ده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نشوف بقى الخطوات للوك. هبدأ معاكم أول حاجة بتمشيط الحواجب. أنا المرة دي حواجبي هعملها على شكل جابانيزي شوية، لأن أنا مقصراها اوريدي، فعايزة أعملها على شكل جابانيزي. فهمشط الحواجب معاكم كده، بحيث هتلاقوها شكلها طاير شوية. هستخدم الليكويد برو ده عشان أملى بيه الفراغات بتاعة حواجبي. هجيب الكونسيلر بتاعي من مايت سينما عشان انضف بيه بقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده. مستخدمتش يعني الكمية اللي هي الكمية الكتير قوي. هبتدي انضف بالفرشة دي اللي هحدد بيها الشكل بتاع الحواجب اللي هرسم بيها وانضف بيها. بس انا هنا يعني مش باخد كمية كبيرة برضو. حبيت اني احط معاكم اللينسز زي ما شفتولي كده، عشان اللي مش بيعرف يحط اللينسز، فحبيت اوريكم عين باللينسز وانا بركبها. بعد كده هستخدم سوفت اي شادو، البالت الصغنونة دي، علشان اخد منها اللون البينك ده. هو لون خفيف شوية بس يعني ايه، هنبتدي بس نحطه كبيز الاول. وهجيب باليت مايت سينما عشان استخدم منها اللون البينك ده. طبعا هو مش هيبان قوي كده بالظبط، لكن انا حابة اني يعني اوضح اللون شوية. وبنفس الفرشة اللي استخدمتها عشان احط بيها اللون، هي الفرشة اللي هموه بيها الاطراف بتاعتي. بس طبعا نضفتها الاول، مسحتها عادي جدا، بس كده عشان اموه على الفرشة تكون نظيفة ما تبوظليش بقى من فوق كده. وهبتدي اموه الاطراف بتاعتي. والتمويه بكون يعني على خفيف خالص كده، مش اللي هو ادوس جامد، لا، على خفيف كده عشان اسيح الدنيا تبقى مموهة كده. باخد من اخر حاجة خالص، من اخر خط كده، وابتدي انطر كده لبره، وعلى خفيف، كله على خفيف يعني، بس الفرق بين هنا وهنا. هعمل بقى العين التانية اوت اوف كاميرا. اظن انتوا شفتوا العين دي وانا بدمجها معاكم وبسيح الالوان عامله ازاي. هعمل بقى التانية اوت اوف كاميرا وارجع لكم تاني. هجيب الكونسيلر بتاع مايت سينما، نفس اللي استخدمته وانا بنضف بيه حواجبي. وركزوا معايا بقى في التريك اللي جايه دي انا بعملها، لان هي دي الرسمه، يعني هو ده الغرض من الرسمه. طب هعمل حاجه مهمه، هي هتبقى كات كريس بس مش هتبقى كات، هتبقى كريس بس. هحدد الكريس بتاعتي من غير ما تبقى كات. فعلشان اظبط العينين زي بعض بعمل ايه؟ اولا نقطه كده، احط نقطه يعتبر اهو، بجيب نقطه كده، وافتح عيني، ابص فوق. شايفين بقى الخط ده وده اللي اتعمل فوق ده؟
هو ده كده نهاية الكات كريس، يعني ده العلو المظبوط للعينين الاتنين عشان يبقوا زي بعض. فهو ده العلو اللي هبتدي بعد كده ارسم من عليه خط الكريس. وهجيب براش شكلها كده، دي البراش اللي انا هرسم بيها الكريس بتاعتي، فتابعوا معايا. عشان احدد الكريس بقى صح، وبرده دي خطوه مهمه، ان انا لازم احدد، ارجع تاني بنفس درجه الاي شادو اللي انا استخدمتها احدد بيها الكريس بتاعي تاني. هتلاقوا بقى الوضع اختلف سوري اختلف. هحدد هنا كده الحرف، هتلاقوا فرقت في الشكل جدا. طبعا هيتموه، بس ايه، بنكون حددنا كده الدنيا بتاعتنا. وهجيب باليت بريتي وومن عشان استخدم منها اللون الشمالي ده، وهحطه هنا في السنتر في العين، وهبتدي احط. وبكده بعد ما نكون خلصنا مرحلة الكريس وحطينا اللون الشمالي، ننتقل الى مرحلة الرموش. بس هعملها اوت اوف كاميرا، واظن انا وريتكم في الفيديوهين اللي فاتوا وانا بعمل الرموش ازاي، فهروح احط الرموش واجيلكم. وبعد ما حطيت الرموش هستخدم بقى الملك ده علشان ارطب بيه بشرتي قبل ما احط اي حاجة على بشرتي. وبعد ما رطبت بشرتي وحطيت الملك، هستخدم بعد كده البرايمر فاونديشن ده علشان المسامات بقى. وانا كل فيديو هكلمكم عن البتاع ده، لان انا لما بعجب بحاجه يعني بمسك فيها بقى، يعني هو كده. ف وبسيبه شويه على وشي برضو علشان ياخد وقته كده، عبال ما هو مش هينشف، بس ايه، ياخد وقت عبال ما يكون دخل جوه المسام وكده والاماكن اللي بتخطط. وجي وقت الفاونديشن برضو مش هكتر، يعني انا مش بحب اعمل فول كافرج عاليه قوي يعني. استخدم الكونسيلر بتاعي من برضو مايت سينما، وهبتدي احطه في اماكن الكونسيلر. هرفع عيني برضو. بعد كده اللوس باودر بتاعتي من دارس علشان ابتدي انضف بيها برضو من هنا، وعشان تساعدني وانا بموه الاي شادو اللي تحت العين. استخدم اللوس باودر عشان اثبت بيها وشي، واثبت بيها مكان الكونسيلر والفاونديشن وكل حاجه، في اماكن الكونسيلر بس مش اكتر. نفس اللون اللي استخدمته فوق العين هستخدمه برضو تحت العين علشان اموه الدنيا كده في بعضها ويبقى شكلها حلو. وهستخدم اللون الشمالي ده علشان احطه في ملمع العين. هو مش نفس الدرجة بس اغمق سيكة عشان ايه، يبان شوية، فهستخدمه. Waiting patient dark, and I was in the far away, forever like a wild someday. Nobody know. I was standing in the deep, but I will not break out to stay renewed. Take me home, that I. هحتاج اني اكنتر مناخيري كده شوية.
وهستخدم البلاش الكيوت ده، هسيب لكم الدرجه بتاعته تحت في الديسكريبشن بوكس، وهقول لكم برضو البراند فين في الديسكريبشن بوكس. بس هيليق جدا على اللوك ده. نيجي لمرحله الهايلايتر، وهسيب لكم اسم الهايلايتر تحت في الديسكريبشن بوكس. بصوا بقى، بشويش. ونيجي لتحديد الشفايف، وهستخدم قلم فلومار عشان احدد بيه شفايفي قبل ما استخدم الروج واي حاجه. ويلا بينا مع بعض كده نحدد البق. هستخدم البينك الصغنون ده كده، وهكتب لكم اسمه في الديسكريبشن بوكس تحت، وكمان هقول لكم نوع البراند بتاعه ايه. فخلونا نبتدي بحط الروج. وانتوا عارفين انا كده كده مبثبتش على درجه روج، ممكن احطها وبعدين اغيرها فعادي جدا. هنكمل حط روج. وبصراحه انا حابه اني اعمل اللوك ده يكون شتوي كده، فحبيت اني اجيب البس الزعبوط ده، والبس البتاع دي كوفيه، باين اسمها كوفيه وخلينا كده في لوك شتوي قوي، عشان حاسه ان ناقصني كوبايه نسكافيه. اوكي. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. و